الناس في الأسر الروسي. لذلك أدعوكم جميعا وأدعو جميع من يحترم السلام لينضم إلي لمعادلة السلام هذه، وبالتالي لإنهاء العداوة والحرب والشر. روسيا ضعيفة، هزمناها حتى مع أنها تمتلك عدد أكبر من الأسلحة في أيديها. أن عدائيتها لا تأتي من القوة بل من فهمهم أن زمن الإمبراطوريات قد ولى، وحان الوقت للدول المستقلة الآمنة، وأوكرانيا أثبتت ذلك. أتمنى لكم السلام وأدعوكم للتعاون بشكل مباشر مع بلادنا من دون أي وسطاء، وأتمنى أن يعمل الجميع نحن وأصدقائكم بعمل أو بشكل منسق من أجل مصلحة شعوب كافة الأمم. وأرجو أن تصغوا إلى الشعب التتري في القرم ومسلمو أوكرانيا، وأتمنى أن يحمي الله جل تعالى جنودنا. لمجلس التعاون الخليجي السادة والسيدات، إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم اليوم ممثلا للاتحاد الإفريقي وشعوب القارة، أخا ونصيرا للأمة العربية، وتضامنا معها في الظروف الدقيقة التي تمر بها. يسعدني كذلك أن أعرب عن جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد المفدى بسم الله الرحمن الرحيم الأمين العام للجامعة العربية صلى الله على نبيه الكريم. القضايا المشتركة والأسهم معا في إجابة الحلول المناسبة للتحديات الدولية في إطار العمل المتعدد الأطراف، وإننا نأمل أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي السيد حسين إبراهيم طه على كلمته، وبذلك نختم الجلسة الافتتاحية، ونشكر أصحاب الفخامة والمعالي الضيوف. والآن أعلن عن بدء جلسة أعمال القمة، وأرجو من الجميع الالتزام بالوقت المحدد. أدعو جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل. فخامتي عالي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين.
هذه اللحظات يصل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد الغفور لسيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة وصاحب فكرة كأس السعودية. أهلا وسهلا بكم يا سمو الأمير في ميدان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. أهلا بكم وأنتم ترعون هذا الكأس الأغلى في العالم، كأس السعودية. إلى مقر كأس السعودية وهو الكأس الأغلى، يرافق أيضا أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار سيدي خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. سلام الملكي. من دعم لا محدود. الجدير بالذكر أنه اليوم كأس السعودية وهو الكأس الأغلى، احنا نتحدث اليوم كما ذكرنا عن 8 كؤوس. بدأت اليوم بكأس نيوم، ثم كأس 1351، ثم كأس البحر الأحمر، يليه كأس نادي سباقات الخيل وكأس العبية، وكذلك ديربي السعودية برعاية مصرف الراشي، كذلك كأس. فأهلا بنائبه فيصل أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر أخي خالد الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر. نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط النهج الاقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط النهج الاقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط النهج الاقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع خطط